حلو قوي، جميل. بس احنا عندنا سؤال، معلش. ازاي احمي ابني او بنتي من ان حد في سن المراهقه مثلا يغير لهم افكارهم او يعمل لهم بالعربي كده غسيل مخ مثلا؟ بس في الأول عملتوا لنا متابعة وبتشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربية أولادكم. لو ما عملتوش كده روحوا تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة، وعلى اليوتيوب عاطف وعاطف مع ميس مرام، وعلى الانستجرام مرام أسامة، علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربية أولادكم. السؤال ده حلو جدا جدا. لما انا يبقى عندي طفل قافله عليه وعامله بقى حوالينه كده ايه سور ما بينه وما بين المجتمع الخارجي، ده واحد. اتنين، تخيلي كده بقى يجي ابني يسألني سؤال، التاني التالت، اقول له عيب، ازاي تسألني سؤال زي ده؟ ازاي تفكر كده؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ مش خالص. فانا كده ايه بكبت الدين. انا بصلي ليه يا ماما؟ هو ليه ربنا قال لنا كده يا ماما؟ مش عارفه ايه. ولد بتصلي وانت ساكت؟ هو كده الصبح ركعتين، الظهر 4 ركعات، انت ساكت. صوم وانت ساكت، تعمل 1 2 وانت ساكت. هو احنا مأمورين بكده، هو ده كده 1 2 3 بس كده. السرقه حرام، الكذب حرام، طول الوقت معيشاه ايه في رعب وفي خوف. مش بفهمه، مش مخليه يعبر عن مشاعره، مفيش لغه حوار ما بينه وما بينه. بنجهل ان في لحظه احنا بنعدي بقى خلاص من فتره الدراسه كده وبنطلع للكليه. كلية ماما مش معايا، ماما مش رقيب ليا، الاقي نفسي بخبط في افكار، ثقافات، وفي تربيه وفي فكر مختلف. انا بقى ايه متخربط. طلعت من ده انا طلعت من كبت ماما وبابا يفتي. طلعت بقى دي ماما كانت قافله عليا قوي. فاول حد هصطدم بفكره وبثقافته وبدماغه وبتربيته، عارفه بقى همشي وراه كده بالظبط. بقى انت في الكليه ايه؟ جماعات بقى، جمعيات كده بقى، ايش جماعه مش عارفه ايه، وش جماعه مش عارفه ايه، وش واسر وحوارات كتيره جدا. فاول حد يعني هخبط فيه بقى، ده سواء كويس سواء وحش، انا دماغي هتمشي على دماغك. ومره واحده ممكن تلاقي بعد ما كنت الطفل المطيع اللي حاضر وطيب ونعم، بقى عندي انحراف فكري وتطرف عقلي رهيب، وانفتاح مره واحده بشكل ملحوظ لدرجه ان انا ممكن اسيب البيت. خلاص بقى انا مش عايزكم. ما ينفعش تربيتي تبقى قافله. لازم ابقى معرفه اولادي ان انا مصدر المعلومات. اي سؤال يخطر على بالك تيجي تساله لي انا، تيجي تقوله لي انا عايز تسال في ايه، علشان انا ابقى متحكمه في تكوين فكره. ما اسمحش لاي عامل خارجي يكون فكر ابني، او ان هو يلعب في تفكير ابني، او ان هو يعمل له غسيل مخ ويخلي عنده انحراف وتطرف في فكره ودماغه ومعلوماته. ممكن يقول له حاجات غلط، ممكن يقول له حاجات غلط عن دينه، عن مجتمعه، بلده، ايا كان. فانا في الاول وفي الاخر البيت، ماما وبابا هم اللي هيسمحوا بده، او هم اللي هيكونوا العامل القوي اللي هيحمي ابني من ده.